السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدين ومتابعين قناة الكورة مع صبري. هنتكلم النهاردة مع بعض في بعض النقاط اللي بتخص الدوري المصري وتنظيم البطولة. طيب، أولا احنا عاوزين نعرف الدوري المصري ده بيخدم مين؟ ده سؤال للمشاهدين. الدوري المصري ده بيخدم مين؟ طبعا المنتخب. الإجابة هتكون المنتخب. يعني الاهلي كويس، الزمالك كويس، بيراميدز كويس، الاسماعيلي كويس، المصري كويس، الاتحاد، الكل الفرقه دي بتصب في مصلحه المنتخب. ده اللي هو فاهم كوره. انما اللي هيفضل بقى يتخن دماغه ويقول لك المنتخب اهلي وزمالك، لا، مش اهلي وزمالك. في لعيبه كويسين ويعني على مستوى عالي في الفرق التانية. مفيش اي مشكله خالص ان هم يتضموا. طيب، الزمالك طبعا موسم 21 22 اللي هو انتهى، كان الزمالك بطل الدوري، وكان بطل الدوري اللي قبله، يعني موسمين ورا بعض. طيب، الاهلي فنش الدوري السنه اللي فاتت في المركز الثالث، وطبعا كلكم عارفين. يجي بقى واحد مثلا فاتح مجله زي المجله اللي سمعنا عنها في الفتره الاخيره، معرفش اسمها وشواشه ولا مجله ايه دي. فهو مثلا انتمائه اهلاوي او زملكاوي، فيقول لك احنا عايزين نصنف اللعيبه على مدار الموسم، نجيب الافضل في الدوري المصري على مدار الموسم. فطبعا بيكون الانتماء بتاعه غالب عليه. يعني مثلا واحد هو اهلاوي ففاتح التصويت لجماهير الاهلي بس هي اللي تدخل تصوت. طبعا في نهايه التصويت الحاجات المضحكه اللي احنا اتفرجنا عليها او شاهدناها في الفتره الاخيره، آه، محمد مجدي قفشه افضل صانع العاب في مصر. طبعا احنا يعني انا مش هتكلم، انا هسيب التعليق ليكم. حسين الشحات افضل ظهير، افضل جناح ايمن. حسين الشحات معظم الموسم قاعد على الدكه، افضل منين؟ اكرم توفيق يفوز بجائزه افضل ظهير ايسر، او افضل ظهير ايمن. اكرم توفيق كان عنده رباط صليبي نص الموسم. طب هو لعب ايه عشان يطلع افضل ظهير ايمن او افضل باك يمين؟ محمد الشناوي افضل حارس، يعني اللي خد البطوله نفسها مش افضل حارس، اللي في المركز الثالث هو افضل حارس. هو الكلام ده مقنع؟ انت بتضحك على مين، او انتوا بتضحكوا على مين بمعنى صح؟ او انتوا عاوزين توصلوا لنا رساله ايه؟ يعني مثلا الحاجات اللي انتوا بتعملوها، او التصنيف اللي انتوا بتعملوه عشان خاطر لعيبه الزمالك، يعني مثلا الكيرف بتاعها ينزل، يقولوا احنا يعني ازاي المركز الثالث مثلا لعيبته هم افضل لعيبه، واللي واخد المركز الاول ما فيش ولا واحد اصلا في اللعيبه اسمه موجود. محمد شريف افضل مهاجم، علي معلول افضل محترف. امال كان سيف الجزيري بيعمل ايه؟ بيبيع ترمس. احمد عبد القادر افضل جناح ايسر. عمرو السولية افضل خط وسط. امال امام عاشور كان بيعمل ايه؟ احمد فتوح كان بيعمل ايه؟ سيد نيمار بيعمل ايه؟ حسام عبد المجيد في الدفاع بيعمل ايه؟ احمد سيد زيزو بيعمل ايه؟ سيف الجزيري بيعمل ايه؟ محمد عواد بيعمل ايه؟ يعني انا بتكلم على فريق بطل، مفيش ولا واحد في اللعيبه بتاعته ظهر الاستفتاء. ده يدل عن اصلا الاستفتاء باطل. باطل، انا اللي بقول باطل بمعنى صح، مفيش غير كده. انتوا بتضحكوا على مين؟ والنادي الاهلي افضل نادي في مصر 21 22. ده بأمارة ايه؟ بأمارة ان هو حصل على المركز الثالث؟ امال اللي حصل على المركز الاول ياخد ايه؟ بصراحة يعني الأحداث اللي بتحصل على الساحة الرياضية، يعني الواحد مستاء منها بطريقة يعني كبيرة. يعني ما ينفعش أنت المفروض إن أنت بتخاطب يعني جمهور واعي وجمهور عاقل. أصلا جماهير الأهلي مش مقتنعة بالتصنيف اللي اللعيبة أخدته. مش مقتنعين، لأن طبعا في آخر الدوري اللي في السنة اللي فاتت، موسم 21 22، كان اخر 7 مباريات كان الاهلي ضايع. اللعيبه مش واقفين على رجليهم وكان ظاهر مستواهم.
ف يعني بنرجو طبعا الحاجات دي المفروض ان هي او الاستفتاءات بمعنى صح المفروض ان هي تتم بمعايير واسس يعني منضبطه. انا عايز اعمل استفتاء، المفروض ان انا بجمع الكوادر الكبيره في كره القدم، مثلا خمسة ستة يكونوا موجودين، خمسة ستة صحفيين برضو من الصحفيين الكبار يكونوا موجودين، وبناء عليه بيتم الاستفتاء، بيناقشوا بعض في مين الافضل في المركز ده، مين الافضل في المركز ده. فاحنا يعني يبقى في شفافيه في اختيار اللعيبه او في الاستفتاء. لكن ما تسيبش الاستفتاء للجمهور، يدخل جمهور الاهلي يصوت وجمهور الزمالك ممنوع من التصويت، فنقول لا ده لعيبه الاهلي هي اللي فازت بالتصويت. طب تصويت مين؟ ما هو اكيد جمهور الاهلي هيصوت للعيبه الاهلي، هيصوتوا للزمالك؟ طبعا لا. فاحنا عاوزين نقف في ظهر اللعيبه كلها، سواء لعيبه اهلي او لعيبه زمالك، بحيث ان العائد اللي هينتج عنه الدفعه المعنويه للعيبه هيفيد منتخب مصر في المستقبل. امال احنا كنا عمالين نشيد بمنظومه المغرب ليه؟ علشان خاطر في هناك سيستم ماشيين عليه، سيستم معين، مش رابطه انديه، يعني طبعا مش ما فيهاش حياد. حتى القرعه بتاعت كاس مصر ما فيهاش حياد. يعني نشوف طريق الاهلي عامل ازاي، طريق الزمالك عامل ازاي، في اختلاف. حتى قرعه الدوري الماتشات الصعبه كلها جايه للزمالك في الاول، الماتشات السهله كلها جايه للاهلي في الاول. فبصراحة يعني نتمنى في الفترة الأخيرة أو في الوقت اللي احنا فيه يكون في تنظيم وتظبيط أفضل من كده، بحيث إن الدوري يكمل بصورة كويسة، والتحكيم يراجع نفسه في الفترة الأخيرة. لأن بصراحة أخطاء الحكام في الفترة اللي فاتت لا تغتفر. أنا ما ينفعش إن أنا أغلط في وجود الفار. وبعدين حتة إن الحكام طبعا الحكم اللي بيغلط في ماتش الأهلي بيتوقف. طب انت يعني بتوصل رساله لبقيه الحكام تقول لهم ايه؟ اوعى تغلط في ماتش، اوعى تغلط على الاهلي، مش في ماتش الاهلي انا اسف، اوعى تغلط على الاهلي بالذات. يعني الحكم وائل فرحان اللي نادى محمد عادل في ماتش طلائع الجيش عشان خاطر يقنع انه ضربه الجزاء اصلا ما فيهاش، تعالى شوفها. طب تعالى شوفها. هو راح وما رضيش يبص على الشاشه ورجع تاني، بس راح عشان خاطر يعني ليه؟ ان الفار بيكلمه وكده. الحكم اتوقف. محمود عاشور اللي حسب تسلل على الاهلي في مباراه معرف فاركو ولا مش متذكر، اتوقف لسه لحد دلوقتي ما حكمش. يعني 8 جولات في الدوري اهو ما حكمش محمود عاشور. طبعا طارق مجدي الماتش اللي فات حسب 6 دقايق والاهلي جاب الهدف في الدقيقه 6 و18 ثانيه. طب ما ال6 دقايق خلصوا. يعني طب انتوا عايزين توصلوا لنا رساله ايه؟ حتى كلاتنبرج اللي هو المدير الفني الاجنبي او اللي هو الخبير التحكيم اللي جاي يطور التحكيم، يعني مش عارف شكله شارب شاي بالياسمين. هو ما ينفعش ان فريق ياخد ثلاث مواسم ورا بعض الدوري والاهلي موجود. طبعا يعني بيكون في ضغط من طبعا شركات الرعايه او المنظومه ككل، ان الاهلي لازم يفضل هو البطل. يا جماعه دي مش كوره. لو انتوا عاوزين الطريقه دي مش كوره، والله العظيم دي ما كوره. لازم يبقى في تنافس في كل الفرق. احنا بنشوف الدوري الانجليزي ما فيش فريق اوحد بياخد الدوري باستمرار. لا السنه دي فريق، السنه اللي جايه فريق، السنه اللي بعدها فريق، وهكذا. لكن احنا مش يعني انتوا عاوزين توصلوا لنا ان الدوري ما ينفعش يروح لاي فريق تاني غير الاهلي. طب ما احنا قلت انا في فيديوهات قبل كده كل الفرق بتصرف، كل الفرق بتصرف وتجيب لعيبه وتجيب مدربين وكده. يعني حرام ان هم ياخدوا بطوله؟ لا مش كده. لازم في يعني إعادة النظر في الأمور اللي بتحسم، الأمور اللي خارج الملعب، خارج المستطيل. نتمنى الفترة اللي جاية يكون في تطوير. نتمنى. أشكركم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.